قال رحمه الله تعالى: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، وهذا فيه مكانة الشورى في الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام مع مكانته العظيمة ومنزلته العلية كان في كثير من الأمور يستشير صلوات الله وسلامه عليه أصحابه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فتكلم كثير من المهاجرين فأحسنوا، شاورهم في أمر المضي وملاقاة القوم والقتال، فتكلم كثير من المهاجرين فأحسنوا، ولا يزال مع ذلك يستشير، ولا يزال عليه الصلاة والسلام يستشير. يعني تكلم كثير من المهاجرين، أبو بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم، كلهم يقولون له عليه الصلاة والسلام: تمضي للقتال ونحن معك في ذلك. وما زال عليه الصلاة والسلام يستشير. قال: وهو يريد ما يقول الأنصار، وهو يريد ما يقول الأنصار. فبادر سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، كأنك تعرض بنا، كأنك تعرض بنا، لأن المبايعة التي كانت بينه عليه الصلاة والسلام وبين الأنصار في العقبة الثانية كانت بيعة على حمايته عليه الصلاة والسلام مما يحمون منه أنفسهم، ومر معنا مما يحمون منه أزورهم، قيل أنفسهم وقيل أي أهليهم وأموالهم، فكانت البيعة على هذا، ولم ينص فيها على التوجه لملاقاة الأعداء ومقابلتهم وغزوهم ومقاتلتهم. فقيل لأجل ذلك كان عليه الصلاة والسلام يكرر هذه الاستشارة، يريد أن يسمع رأي الأنصار في ذلك. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، كأنك تعرض بنا، فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك. يعني ليس عندنا أي تردد في المضي معك للقتال في سبيل الله. قال: فسر بنا يا رسول الله على بركة الله. فسر صلى الله عليه وسلم بذلك، سر بهذا الكلام العظيم الذي يدل على يعني العزيمة الصادقة والرغبة القوية في نصرة دين الله تبارك وتعالى ومؤازرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمضي معه للقتال في سبيل الله. قال: فسر صلى الله عليه وسلم بذلك، وحينئذ قال: سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. المراد بالطائفتين الطائفة الأولى العير التي كانت مقصودة أصالة بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من المدينة، هذه الطائفة الأولى. والطائفة الثانية الجيش الذي خرج من مكة لنصرة هذا العير، الجيش الذي خرج من مكة لنصرة هذا العير. وسيأتي معنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يودون أن تكون الملاقاة مع العير الذي قدم من الشام، العير الذي قدم من الشام، لأنه عير تجاري ومعهم أموال يعني طائلة للتجارة، وليس معهم عدة ولا عتاد ولا تجهز للقتال. فكانوا يودون أن لو كان القتال مع غير ذات الشوكة وهم العير التي كانت قادمة من الشام. لكن هنا يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا تمهيد أيضا لما بعده، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، وعدني إحدى الطائفتين، يعني إما الطائفة التي هي قادمة من الشام العير التجارية، والصحابة كانوا يودون ذلك لأن فيها يسر والمقاتلة فيها أيسر والغنيمة فيها واضحة، فكانوا يودون ذلك. لكن قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله وعدني إحدى الطائفتين.
وهذا رواه ابن إسحاق بدون إسناد، لكن قال المؤلف ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية له شواهد من وجوه كثيرة، فذكر منها حديث أنس في المسند وهو في صحيح مسلم. يقول أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، يعني تكلم أننا مستعدون للقتال معك يا رسول الله، فأعرض عنه. قال ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله؟ والله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لا أخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج، فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول ما لي علم بأبي سفيان، ما لي علم بأبي سفيان، لأنه جاء مع الجيش الذي انطلق من مكة، فيقول أنا ليس لي علم بأبي سفيان، وكان صادقا، هو جاء مع هذا الجيش الذي قدم من مكة. فكانوا يسألونه الصحابة لما أتوا به يسألونه عن عير أبي سفيان وعن أبي سفيان، وكان يقول ليس لي علم به، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، يعني أنا جئت مع هؤلاء وأنا مرسل منهم في رواية الماء، فكانوا يضربونه لأنه يريدون ويودون أن يكون مرسلا من أبي سفيان، وكانوا كما قدمت يودون أن تكون غير ذات الشوكة لهم، فكانوا يودون أن أبا سفيان هو القريب من المكان. قال فإذا قال ذلك ضربوه، إذا قال ذلك ضربوه، يظنون يعني أنه مثلا يريد أن يخوفهم أو يكذب عليهم ويخفي عليهم الحقيقة، فإذا قال ذلك ضربوه، فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان، يعني ليتخلص بذلك من الضرب، يتخلص بذلك من الضرب. فإذا تركوه فسألوه قال ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وأمية بن خلف في الناس، فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف، قال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم، لتضربوه إذا صدقكم، يعني إذا صدقكم وقال أنا جئت مع أمية وهؤلاء الآخرين من مكة تضربونه إذا صدقكم، وإذا كذبكم تتركونه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان، قال ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا، قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لما كان في بدر مشى مع أصحابه وكان يضع أصبع على الأرض وقال هذا موضع فلان، يعني هنا فلان يقتل باسمه، يسميه عليه الصلاة والسلام باسمه ويقول هذا موضع فلان، يعني هذا المكان الذي سيقتل فلان، يسمي أكابر. قال أنس فما ماط أحد منهم عن موضع الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ما ماط عنه أي ما تعدى، كل واحد منهم كان مصرعه في المكان الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعيين كان من معجزاته وآيات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية للإمام أحمد وصححها ابن كثير، فقال بعض الأنصار يا رسول الله إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد أي لسرنا معك. قال رحمه الله تعالى ثم رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من بدر، وركب معه رجل من أصحابه مستخبرا،
ثم انصرف. فلما أمسى بعث عليا وسعدا والزبير إلى ماء ببدر يلتبسون الخبر، فقدموا بعبدين لقريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فسألهما أصحابه لمن أنتما؟ فقالوا نحن سقاة لقريش. فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال نحن أصحاب لقريش، ومرت معنا الرواية في مسلم. فالصحابة رضي الله عنهم كرهوا ذلك، وودوا أن لو كان لعير أبي سفيان، أن لو كان لعير أبي سفيان وأنه منهم قريب ليفوزوا به. والله عز وجل يقول في ذلك وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي ترغبون وتميلون وتحبون أن تكون الملاقات مع العير التجارية القادمة من الشام لا مع الجيش الذي خرج من مكة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وهنا قال فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وودوا أن لو كان لعير أبي سفيان، وأنه أي أبو سفيان والتجارة التي معه منهم قريب ليفوزوا به، لأنه أخف مؤنة من قتال النفير من قريش. العير ولا النفير، النفير جيش وعتاد ومتهيئين ومتجهزين للقتال، وهذا عير قادمة للتجارة والعدد قليل والمال الذي معهم طائل. قال لأنه أخف مؤنة من قتال النفير من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك، فجعلوا يضربونه، فإذا آذاهما أي هذان الأسيرين، إذا آذاهما العبدين الأسيرين إذا آذاهما الضرب قال نحن لأبي سفيان، نحن لأبي سفيان، فإذا سكتوا عنهما وسألوما قال نحن لقريش، وهما صادقان في قولهما نحن لقريش. ولهذا جاء في الحديث قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. ثم قال لهما أي قال للعبدين أخبراني أين قريش، أخبراني أين قريش. قال وراء هذا الكثيب، وراء هذا الكثيب. الكثيب هو الرمل الكثير، والمنطقة كما هو معلوم هناك فيها مناطق يعني مثل الجبال رملية عالية مرتفعة، فقال وراء هذا الكثيب، وراء هذا الكثيب يعني رمال، جبال من الرمال، جبال من الرمال، وهذه معروفة وتشاهد إلى الآن في منطقة بدر. فقال كم القوم أي كم عددهم؟ قال لا نعلم، قال لا نعلم. فقال عليه الصلاة والسلام كم ينحرون كل يوم يعني من أجل الطعام والأكل؟ قال يوما 10 ويوما 9، يوما 10 ويوما 9. فقال القوم ما بين 900 إلى 1000، يعني قدر لكل 100 بعير في مثل هذا الخروج، قدر لكل 100 بعيرا واحدا. فقال القوم ما بين 900 إلى 1000، وكان هذا الحرز الذي قاله عليه الصلاة والسلام مطابقا للعدد كما سيأتي لاحقا. نعم.